السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده معاكم وصفه جديده وتعجبكم ان شاء الله باذن الرحمن، وتنول رضاكم واعجابكم، وخفيفه وسريعه، وكل المقادير هتكون موجوده في كل بيت ان شاء الله باذن الله. عندي لفه جلاش، دي حاجه حلوه ومعسله تمام. عندي كوبايه لبن. الكريم شانتيه ده اختياري، انا هزين بيه بس عشان التصوير، لكن ده هو اختياري. هي انتوا لما هتشوفوه مش هتحتاج اي حاجه من الكلام ده من كريم شانتيه. عندي 5 معالق سميد بسبوسه. انتوا ممكن تحط لها 3 أو 4، انا بحب احط لها 5. وسميد البسبوسه اللي عندي ده اللي هو المحلي اللي هو داخله سكر. في عند العطار سميد بسبوسه مش محلي، ممكن تحطوا منه 3 معالق مع نص كوبايه سكر، عشان انا هنا حاطه ربع كوبايه سكر عشان ده محلي تمام. عندي سمنه على زيت نص كوبايه للدهن. عندي بيضتين، عندي معلقه كبيره بيكنج باودر. عملت هنا الشربات اللي هو هسقي بيه الجلاش من فوق. حطيت كوبايتين سكر على كوبايه ميه، وسبتهم ما قلبتهمش ولا اي حاجه، وسبتهم على النار لغايه ما يغليوا مع نفسهم. جيت حاطه عليهم نقطتين فانيليا وخليتهم خدوا غلوه كمان، وجيت طافيه عليهم. ماشي. هنيجي بقى ايه، وهنا عندي فانيليا برضو عشان خاطر البيض. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه، ونخش على الصينيه بتاعتنا ونشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا يا حبايبي، جبت هنا الصينيه بمسكها دي هنا كده تمام اهي. وهاجي جايبه هنا، حتى لو الجلاش عندك بص اهي مقطوعه ومتهلهله، انا مش عارفه، انا حظي وحش مع الجلاش مش عارفه ليه. هتجيبيها كده اهي، هتحطيها كده اهي، مش محتاجه اي افتكاسات اهي، اي حتى لو ورق صغير تمام اهو بالطريقه دي. ثواني اهيت عشان اللي ما شافهاش تاني. اهي لفه الجلاش اهي متهلهله ومتقطعه، ولا محتاجه اقطعها بالسكينه ولا اي حاجه. بصي اهيت تعمليها برضك كده اهي تمام اهي. كمان واحده هعملها تاني معاكم، وهكمل انا بقيه الصينيه مع نفسي اهي. بصي اهي، هتجيبيها تمسكيها كده اهي. واللي مش عارف يعملها كده، لفه المروحه اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان، اللي احنا كنا بنعملها ونمسكها زمان. هكمل الصينيه واخلصها ونشوف هنعمل ايه تاني. بصي يا حبايبي، انا خلصت الصينيه اقسم بالله ما خدت 5 دقايق معايا تمام. تمسكوها توزعوها كده بايديكم اهي، عشان لما تيجي تسقي بيها السمنه يقوم يتلغلغ كله في الجلاش كده اهو تمام. وهاجي ايه عامله كده كده بين الطبقات كده تعملوا كده تمام. معلش انا هطول عليكم في الفيديو ده شويه، معلش، عشان انا ايه بس عايزه اوريكم ان انتوا تسقوها كلها كده بين الطبقات اهي اهي. خلاص، واخد بقيه الخليط اللي متبقي السمنه ده، اقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. جينا هنزل بالسمنه المتبقيه معايا اهيت، وهنزل بسميد البسبوسه اهوت، وهنزل بالبيضتين اهوت، وهنزل بالبيكنج باودر، وهنزل بالسكر، احط فانيليا نقطتين او كيس من اللي هو البودره، وهنزل باللبن اهو، وهعمل الكلام ده كله بالمضرب كده. بصوا يا حبايبي، ادينا خلاص عملت كل الحاجات في المقادير فوق بعضها، ضربتها كويس بالمضرب اهي. هنزل بيها كده. انا عايزه اقول لكم على حاجه بس، وانا بحط معاكم كده المقادير دي، انا بعملها من السميد اللي عند اللي هو عند العطار، بتبقى جميله. بس انا في مره كان عندي سميد بسبوسه اللي هي بتاعت الكياس دي، وجت بنتي كانت عايزه تاخد بتاع ده تاكل منها، فرحت جربتها. رحت عملت واحده ما تخيلتش ان هي تطلع معايا بالحلاوه دي بصراحه. عايزه اقول لك بتبقى، يعني عايزه اقول لكم بتبقى طعمها جميل جدا جدا بالسميد اللي هو بتاع الكياس اللي هو بتاع المحلات السوبر ماركت. ماشي، لان بتنزل تحت سبحانك يا رب، بتنزل في الصينيه من تحت، والجلاش ده بيبقى من على الوش من فوق، فبتبقى جميله قوي.
عن اللي هو بتاع العطار. بتاع العطار بتبقى مش عارفه ليه بيبقى واخد كل طبقه الجلاش. هو بيبقى حلو برده كل حاجه، بس انا دي عجبتني اكتر. فانتوا جربوها كده وشوفوها تعمل ايه، وجربوها كده شوفوها تعمل ايه، يعني الطريقه اللي تعجبكم اعملوا بيها، او الطعم اللي يعجبكم اعملي اشتغلي بيه. ماشي، هدخلها بقى الفرن وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. اهي يا حبايبي بعد ما خرجت من الفرن هنزل بقى عليها بالشربات. العسل ده اللي هو سخن اللي انا عاملاه، انا بحب اعمله واخليه عندي في التلاجة. اهي هنزل عليها بقى كده اهي كده، وهي سخنه وهو بارد. اللي عايزها بقى طريه يغطيها، واللي عايزها مقرمشه يسيبها زي ما هي كده. هي هتشرب العسل منها، وبعد كده هتلاقي الوش من فوق مقرمش والبسبوسه من تحت، وفي لسه بردك حاجات من البسبوسه طالعه لفوق اهي. وبعد كده هنقطعها ونشوفها مع بعض. بصوا يا حبايبي اديني طلعت هنا من هنا اهي. بصوا مش لازقه ولا اي حاجه، ده العسل اللي كان نازل من بعد ما بردت عندي، وحطيتها في الطبق اهي تمام. وبصوا البتاعه عامله ازاي، بصي بغاشه، اقسم بالله بغاشه. بصوا طعمها جميل جدا. مش عايزين ناكل، شفتوا انا اللي عاملاه مش عايزين ناكل. يرضيكم انتوا كده يا جماعه؟ يا حبايبي انا بحبكم في الله. متنسونوش في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ماشي، لو رابط التيك توك ان شاء الله في صندوق الوصف او تحت الفيديو. لو في اي حاجه عايزين تعملها لكم ابعتولي على انستا، وباذن الرحمن اطبقها معاكم. واشوفكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانا رايحه اكل.